هل عمرك سألت نفسك ليه بنصدق معلومات عن الأكل بدون ما نراجعها؟ معلومة سمعتها من صاحبك، نصيحة قالتها لك جدتك، أو تحذير شفته مكتوب على فيسبوك. الحقيقة إن عالم التغذية مليان خرافات، خرافات اتنقلت من جيل لجيل لدرجة إننا بقينا نعتبرها حقائق مطلقة، وهي مش كده. النهاردة هنعرف مع بعض أشهر 6 خرافات عن الطعام والحقيقة العلمية اللي ورا كل واحدة فيهم. خليك معايا للآخر، لأن آخر خرافة ممكن تكون بتأثر على صحتك كل يوم وانت مش واخد بالك. الخرافة الأولى: الأكل بالليل بيعمل زيادة في الوزن. كتير من الناس بيوقفوا أكل بعد الساعة 8 خوفاً من زيادة في الوزن، لكن الحقيقة إن الجسم مش بيحسب الوقت، هو بيحسب كمية الأكل خلال اليوم كله. لو أكلت بالليل بس الكمية مناسبة ومش زيادة عن احتياجك، مش هيحصل زيادة في الوزن. المشكلة مش في الليل، المشكلة في الأكل الكتير في أي وقت. الخرافة الثانية: السكر البني صحي والسكر الأبيض خطر. الاسم مختلف، لكن التأثير واحد تقريبا. السكر البني مش صحي زي ما ناس كتير فاكرة، هو بس سكر زيه زي الأبيض. الاتنين لو زادوا عن الحد بيضروا الجسم. المهم مش اللون، المهم الكمية. الخرافة الثالثة: كل الدهون ضارة. سنين طويلة وإحنا بنخاف من كلمة دهون، لكن الحقيقة إن في دهون الجسم محتاجها علشان يشتغل صح، زي زيت الزيتون، المكسرات، والسمك. اللي لازم نتجنبه هو الدهون الصناعية الضارة اللي بتكون في المقليات والأكل الجاهز. الخرافة الرابعة: شرب المية أثناء الأكل بيوقف الهضم. المعلومة دي مش بس غلط، دي عكس الحقيقة. المية بتساعد على تكسير الأكل وتسهيل مروره في الجهاز الهضمي. مفيش أي دليل علمي إنها بتعطل الهضم. الخرافة الخامسة: الفاكهة بعد الأكل بتسبب تخمر ومشاكل. في ناس بتقول لازم فاكهة قبل الأكل وناس تقول بعده. غلط، فاكهة قبل فاكهة بعد مش بتفرق، بتتهضم عادي في أي وقت، الجسم بيعرف يتعامل معاها في أي وقت. لو حسيت بنفخة ده بيكون اختلاف فردي، مش قاعدة عامة تمشي على الكل. الخرافة السادسة: الأكل الصحي غالي وممل. ودي من أخطر الخرافات. الفول، العدس، البيض، الخضار الموسمي، أكل صحي مش غالي وموجود في كل بيت. الأكل الصحي مش لازم يكون معقد ولا طعمه وحش، الموضوع كله اختيارات صح. In the end, not every widespread piece of information is correct, and not everything old is true. Awareness is the first step to better health. If you liked the video, give it a like and subscribe to the channel to receive useful and simple content without myths.